لو سألت أي مصري أصيل إيه أفضل فطار تحب تفطره الصبح بدري، هيقول لك عيش مصري طالع من الفرن، ريحته جميلة، منفوخ كده ومحمر ومقمر. ويا سلام بقى لو معاه شوية طعمية فول. وده اللي هنعمله النهاردة في مدينة الخبر في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. بدأنا مولنا بنزين، واليوم بتاعنا إن شاء الله كده هنوريكم أماكن مختلفة. وبصراحة كانت في أوقات مختلفة في مدينة الخبر، بس أنا جمعتها لكم في يوم واحد عشان تتفرجوا عليها في قعدة واحدة. اليوم كان جميل جدا والجو كان حلو الصبح، فعشان كده انا حبيت ان انا ابدا اليوم بالفطار المصري والعيش المصري اللي وريته لكم في اول فيديو ده. رحت على فرن من الافران المصريه الموجوده في شارع مكه في حي الثقبه في مدينه الخبر، وعلشان اجيب العيش المصري الجميل اللي انتوا شفتوه. العيش جدا ما شاء الله، ريحته لوحده كفايه. يعني العيش وهو طالع من الفرن كده انت عايز تاكله بدون اي اضافات وبدون اي حاجه. على فكره كنت دايما احب اعمل العاده دي حتى من وانا صغير، يعني اجيب العيش ولازم كده اخد منه ضريبه، ما انا بقى اللي راح اجيب العيش فلازم ناخد منه ضريبه حته على الماشي. جنبه مطعم مصري، ناس جدا محترمه وبشوشه ما شاء الله. خدت تشكيله بقى من الفول والطعميه والبدجان اللي بالثوم والفلفل الحراق والمخلل والسلطه. يعني ما كانش ناقص حاجه كده مع العيش المصري، يبقى كده فطار ملوكي اخر جمال. نتبعه ان شاء الله بقى بنحبس بكوبايه شاي اصيله برضو كمان. وكده يبقى احنا بدأنا يومنا خير بداية. اي نعم انت ممكن تحتاج بعدها تعمل ستارت عشان تقدر تكمل يومك، بس هذا لا يمنع انك تفطر الفطار الجميل ده. وبعد ما فطرنا وانبسطنا والامور كلها كانت اخر منجهة وجمال، تعالوا كده اوريكم بقى كورنيش الخبر من اول بدايته تقريبا. يعني من عند دوار اكسترا، الناس اللي كانت موجوده في مدينه الخبر وكانت عايشه فيها فتره عارفين المنطقه ديت، والناس اللي كانت اللي مش موجوده في الخبر يعني ادينا شايفين الكورنيش من اوله. المنطقه ديت يمكن هي لسه بدايه الكورنيش من بدايته خالص. قدام في بقى شغل تطوير اتعمل بشكل كبير جدا ما شاء الله. عاملين الكورنيش الجديد. هو طبعا قبل كده كان موجود في ملاعب اطفال ومسطحات خضراء كتيره والحاجات ديت، ولكن دلوقتي تطورت اكتر وعملوا اماكن بشكل اكثر تطورا ورقيا بصراحه. في اماكن للشوي، في ملاعب اطفال، في حتى كمان اماكن لشحن الجوالات او الموبايلات، في مقاهي، في شغل جدا جدا مميز. في بحيره كده فيها عندها بط وحاجات يمكن انا صورتها في فيديو قبل كده. المنطقه جدا بتتطور وجميله جدا. وانا بحب ان انا اصور للناس اللي كانت موجوده في مدينه الخبر واشوفهم في التعليقات، من تعليقاتهم بيحبوا يفتكروا ذكرياتهم في مدينه الخبر والشوارع والاحياء وكده. عشان كده ممكن تلاقيني احيانا بصور وسايب الصوره ساكته ومش بتكلم، فيديو صامت كده عشان اترك للناس فرصه يعيشوا مع الذكريات. وده اللي انا هعمله دلوقتي، وهسكت شويه واسيبكم تتفرجوا. على الغدا فكرت كده ان انا ممكن اروح في مطعم من مطاعم الشاورما المميزه جدا الموجوده في حي الراكه في الراكه الجنوبيه في مدينه الخبر. ورحت بقى ان انا اجيب شاورما. الناس جدا حتى الديكورات بتاع المطعم كده يعني عارف، تحس انهم بيحتفلوا بالشاورما، والشاورما واخده حقها عندهم. يعني زي ما انتم شايفين كده من الديكورات والكلام. يا سلام، ما يفسده الزمان تصلحه الشاورما. يعني الشاورما دي طلعت حاجه قويه جدا. يعني الشاورما بتاعتهم فعلا مميزه. وده كان الغدا بتاعي النهارده. وجبت من عندهم شاورما ما شاء الله. يمكن التوم بس عندهم بيبقى زياده شويه. الناس اللي هي يعني ما تحبش التوم، التوم كان قوي جدا، قنبله توم. تحس انك كلتها يعني مع الفطار بتاع الصبح. تحس ان الدنيا بقى عندك كده انت عايز تعمل ستارت زي ما قلت من شويه، والدنيا ممكن معاك تعمل خالص. فعشان كده يعني يفضل بقى ان احنا نضرب شاي، كوبايه شاي كده، شحط محط تقيله تفوق وتصحصح الواحد بعد الفطار والشاورما الجامده اللي ضربناها دي.
والشاي برضو كان عند مقهى من المقاهي المصرية الجديدة اللي فاتحة في مدينة الخبر، وبرضو مديك الديكورات المصرية كده والجو المصري، وبيبقى حاجة حلوة، عارف كده يعني ان هو الدنيا تفكرك بمصر. الناس جدا ما شاء الله محترمة، برضو عندهم الشاي يعني جميل وحاجة كده ايه، تعدل الدماغ بعد الجريمة اللي احنا ارتكبناها دي على رأي الليمبي. فكان لابد من الشاي علشان نفوق ونصحصح ونكمل يومنا. حاطين بعض الحاجات كده، صور من اماكن مختلفه في مصر، ودي طبعا حتى الشباب السعوديين والناس الجميله اللي بتيجي المكه بتحب تشوف الحاجات ديت. حاجه جدا جميله، وبنحييهم على الحاجات الحلوه اللي هم عاملينها دي عندنا. وها هي شمس النهار قد اقتربت من المغيب وانتهى رحلتها، واحنا مكملين يومنا في مدينة الخبر، زي ما قلنا في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. والدنيا بقى هتليل، وطبعا لو جه بالليل يبقى عايزين نتعشى، والعشاء مختلف تماما بقى. رحنا بقى يعني احنا فطرنا فطار مصري، واتغدينا شاورما معرفش اصلها ايه بصراحة. وبعدين بقى العشاء ايطالي بقى، يعني العشاء زي ما انتم شايفين ده باستا، واحد من مطاعم الباستا الموجودة المشهورة في مدينة الخبر. عندهم بقى باستا بقى بالفراخ او الدجاج والجمبري، انا ما بحبش الجمبري بس يعني عندهم يعني، وتشكيلة من الباستا. هي طريقتها لوحدها مميزة، يعني طريقة التحضير بتخليك انت لوحدك عايز يعني عايز تضرب لك المكرونة من هي جوه الطاسة مباشرة يعني. فده كان العشاء للنهارده. سيبكم تتفرجوا كده على التجهيزات الجميله اللي بيعملوها في الشاورما، اسف، في المكرونه. وجينا بقى لاخر اليوم. برضو ان انا واحد يا جماعه من انصار بصراحه الشاي والحاجات دي، فتلاقيني دايما بحب ان انا كده يعني تقليدي شويه، فتلاقيني بقى قلت بقى ايه اضرب شاي كرك. وده كان في الدمام ما كانش في الخبر بصراحه. اول مره اجرب الشاي هنا عند الناس ده، والشاي كان جدا مميز. يمكن الكوبايه كانت صغيره شويه، لو كبروها شويه كانت تبقى حلوه، ولكن الشاي جدا جدا جميل. وده كان في مدينه الدمام مش الخبر، كنت رحت مشوار للدمام وحبست بقى بكوبايه الشاي عشان ايه اليوم بتاعنا كده يبقى كده وصلنا لنهايته، والفيديو بتاعنا قرب يخلص. ويا رب يكون عجبكم. وبعد الفطار والغدا والعشاء واللفلفه اللي لففناها معاكم دي، رحنا بقى نقعد على الكورنيش ونسترخي. علشان كده بقى ايه يبقى اليوم بتاعنا كده وصل لنهايته. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. ولو ما اشتركتوش في القناه وانت اتفرجت معانا لغايه دلوقتي، يا ريت كده تدوس لايك وتعمل شير وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يجيلك التنبيهات اول باول. وان شاء الله نقدم لكم فيديوهات مميزه من مدينه الخبر في المملكه العربيه السعوديه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.